أهلا وسهلا، ازيكم متتبعي الأوفياء؟ حلقة جديدة من مسلسلكم المفضل حكاية ليلى. أول ما نبتدي الأحداث لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول إن شاء الله. من لما بدأ مسلسل حكاية ليلى لهلا، حلقة امبارح بصراحة كانت أضعف حلقة بدون منازع. يعني من جميع النواحي الحلقة كانت باردة وما تحركت الأحداث إلا بآخر 5 دقايق بس. الحس الكوميديا اللي كنا متعودين عليه افتقدناه كتير. بوريس لازم يرجع بقوة للصراع مع كورشات، خاصة مع ماضيهم يلي ممكن ينفتح منه 100 حكاية. وسليم وينك يا سليم؟ صار له حلقتين أو 3 مهمش وكأنه شخصية ثانوية. وكمان لازم جانفيزا تكتشف بسرعة تعاون ماهر مع والدها، لأنها حاليا قاعدة تلوم حالها وتحس بالذنب أنه ماهر بينقذ والدها ومتحمل كل شي منه عشانها، لأن لو عرفت أنه بيتعاونوا كانت ما راح تتعذب نفسيا. أما عن القفلة فهي يمكن الشيء الوحيد يلي بيعطي أمل للحلقات الجاية. ماهر سمع جانفيزا وهي عم تقول لعفت انت يلي كتبتي الرسالة وكنتي راح تتسببي بموت ثريا. ماهر سمع جانفيزا وهي عم بتقول لعفت انت يلي كتبتي الرسالة وكانت رح تتسبب بموت ثريا. سيف ده احتمال تلاقي فارمان وأفسانة مع بعض وتعمل مشكلة كبيرة. وجيلان دافعت عن سليم لما اجى على القصر ليعرض عليها الزواج، لكن عساف ما استحمل، زعل وضربها كف. جيلين زعلت منه وراحت مع سليم. لهون حبايبي بنكون وصلنا نهاية ملخص حلقة اليوم. أتمنى يا رب تكون نالت إعجابكم. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول إن شاء الله. شاركونا آراءكم في التعليق فضلا وليس أمرا. دمتم في رعاية الله وحفظه، دمتم سالمين. إلى فيديو قادم إن شاء الله.